كمان فقرة مهمة جدا بتقرب المسافات، وهي فقرة زملكاوية في الخارج. الفقرة دي يمكن بنتكلم فيها عن كل حبايبنا الزملكاوية، ولكن الزملكاوية اللي بره مصر. وزي ما احنا متعودين حبايبنا الزملكاوية في الخارج بعتوا لنا فيديوهات وآراء كتير بعض الأمور اللي تخص النادي. خلينا ناخد النهاردة المشجع الزملكاوي ماهر حنا من الولايات المتحدة الأمريكية، ونرجع مع بعض مرة تانية نكمل فقراتنا. اوعوا تروحوا في أي حتة. أنا اسمي ماهر حنا، مشجع للزمالك في الولايات المتحدة الأمريكية، مقيم في أمريكا من سنة 2004. يمكن الزمالك بالنسبة لي هو اللي بيربطني بمصر 24 ساعة، بوستات شغال على الفيس ولا على اليوتيوب ولا على التيك توك، طول الوقت بوستات لصالح الزمالك. وده الشيء اللي هو بيربطني بمصر، بالرغم ان انا عايش في امريكا لكن كأني عايش في مصر 24 ساعة، متابع دقيق لكل احداث الزمالك وكل تفاصيل الزمالك. ويمكن حسن الحظ الفيديو ده سجلته بعد انتهاء مباراة الزمالك والسيراميكا اللي انتهت بفوز الزمالك في اول مباراة في الدوري، بالصفقات الجديدة بالكايد وبشيكو بانزا وبالاهداف العالمية ناصر ماهر وبالهدف العالمي لمحمد شحاتة من نص الملعب. طبعا الفوز في اول مباراة بيدي دفعة معنوية للفريق وللجمهور وللجميع وللإدارة والاستقرار. احنا بندعم الزمالك، بندعم الفريق طول الوقت، ملناش اي علاقه باي مجالس، بالعكس المجلس اللي بيأدي كويس بنرفع له القبعه ونقول له الف شكر. لكن احنا لا ننحاز لاي مجلس سابق ولا لاحق ولا قادم، احنا يهمنا مصلحه الزمالك اولا واخيرا، بل ندعم كل المجالس اللي بتسعى للحفاظ على حقوق الزمالك. واحنا طبعا كجمهور بنتحمل جزء من ده لما بنتشتم، لما بنحاول ندافع عن حقوق الزمالك، لما بنشير اشياء شايفين فيها حق الزمالك. بشكرك شكرا جزيلا، ويمكن دعوه مننا لاي حد زملكاوي خارج مصر يبعت لنا دايما ويكون اونلاين معانا عشان نقدر نعرض الفيديو بتاعه ونبين صوته ونبين وجهه نظره.